ريال مدريد يهزم فايكانو في الليغا. جمهور البرنابيو يدعم فينيسيوس. ريال مدريد يفرض شروطه على إمبابي. ريال مدريد يريد ضم روبرتسون من ليفربول. هازارد يعرقل صفقة قوية للملكي. صراع محتدم بين ريال مدريد وباريس. يويفا يتدخل في أزمة فينيسيوس. رفض شكوى ختافي ضد ريال مدريد. السلام عليكم وأهلا بكم في نشرة جديدة من قناة مدريد نيوز. نرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وتحفيزنا بعمل لايك للفيديو. ننتقل الآن من العناوين إلى تفاصيل النشرة. تغلب ريال مدريد على ضيفه رايو فايكانو في جولة 36 من الدوري الإسباني على ملعب سانتياغو برنابيو ضمن جولة 36 من الليغا. ورفع ريال مدريد رصيده إلى 74 نقطة من 36 مباراة، وقد حقق الفوز 23 مرة مقابل التعادل 5 مرات وخسر 8 مرات. وسيلعب ريال مدريد مع إشبيليا في الجولة المقبلة، وأخيرا مع أتلتيك بلباو يوم 4 من يونيو. وكان ختافي قد تغلب 3-2 على ريال مدريد في مباراة الذهاب في نوفمبر الفائت. جمهور ريال مدريد مساندة لاعبهم البرازيلي فينيسيوس جونيور خلال مباراة رايو فايكانو. واستقبل ريال مدريد نظيره رايو فايكانو على ملعب سانتياغو برنابيو ضمن مباريات الجولة 36 للليغا. وقرر جمهور ريال مدريد تقديم لفتة معنوية لفينيسيوس في الدقيقة 20 من مباراة فايكانو رقم قميص فينيسيوس. وتعرض فينيسيوس لهتافات عنصرية ضد فالنسيا خلال مباراة الفريقين مساء الأحد الماضي، قبل أن يتورط في شجار مع لاعبي الخفافيش ليتم طرده بالبطاقة الحمراء المباشرة. ورغم غياب اللاعب عن قائمة المباراة، قرر الاتحاد الإسباني رفع عقوبة البطاقة الحمراء، وقرر جمهور الريال تقديم الدعم للاعب. سيكون كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان مطالبا بتقديم بعض التنازلات إذا أراد الانتقال إلى ريال مدريد. وأكدت صحيفة ليكيب أن ريال مدريد لم يغلق الباب أمام مبابي، ولكن بشرطين، أولهما تخفيض راتبه الحالي. وكشفت الصحيفة أن الشرط الثاني أن يقبل مبابي بعدم اللعب كجناح أيسر، حيث يظل هذا المركز ملكا للبرازيلي فينيسيوس جونيور. وكان ريال مدريد على وشك التعاقد مع كيليان مبابي في صيف العام الماضي في صفقة انتقال حر، لكن اللاعب جدد عقده في النهاية مع باريس. وينتهي تعاقد مبابي مع باريس في صيف 2024، ويتردد بقوة أنه يميل لعدم تفعيل بند تمديد التعاقد لمدة موسم ثالث، أي حتى 2025. وتكهنت صحيفة لوكيب بأن كيليان مبابي لن يفعل هذا البند، مما يهدد برحيله مجانا عن باريس في صيف 2024. كشفت صحيفة ديلي ميل عن نية ريال مدريد عقد صفقة مدوية مع ليفربول. ويسعى ريال مدريد لتعزيز مركز الظهير الأيسر في صفوفه في ظل الإصابات المتتالية للفرنسي فرلاند مندي، وإشراك لاعب الوسط إدواردو كامافينغا في مركز الظهير. وبحسب ديلي ميل، فقد وضع ريال مدريد الاسكتلندي أندرو روبرتسون ظهير أيسر ليفربول ضمن قائمة التعزيزات المحتملة هذا الصيف. وأبدى ريال مدريد اهتماما بضم الكندي ألفونسو ديفيز ظهير أيسر بايرن ميونخ، لكن النادي البافاري أكد أنه ليس للبيع وسيسعى لتجديد تعاقده. واتجه ريال مدريد بعد ذلك لروبرتسون الذي لم يبدي أي رغبة في الرحيل عن صفوف الريدز، ويرتبط بعقد حتى 2026. وأشارت الصحيفة إلى أن ليفربول لن يفرط في خدمات روبرتسون بأقل من 40 مليون جنيه استرليني. ارتبط جناح الفرنسي موسى ديابي عدة مرات بالانتقال لريال مدريد في الانتقالات الصيفية، وبحسب التحديثات الأخيرة فإن نجم باير ليفركوزن لا يزال ضمن مفكرة ريال مدريد، ولكن عليه أولا التخلص من إيدن هازارد. وليفركوزن لديه بالفعل سعر يتراوح ما بين 70 إلى 80 مليون يورو، وريال مدريد ليس موجودا وحده في السباق على اللاعب، فلا تزال أندية مانشستر يونايتد ونيوكاسل تتطلع للحصول على خدماته في هذا الصيف. وعلى الرغم من أن استهداف ديابي يختلف عن استهداف نجوم مثل إمبابي أو هالاند، ولكن الفرنسي يتمتع بميزة خاصة، وهي قدرته على اللعب في جميع المواقع الهجومية كجناح أيمن وأيسر أو قلب هجوم. ومع ذلك علق الصحفي خوسيه فيليكس على ذلك، وأكد بأن ريال مدريد يواجه صعوبة في التحرك للتعاقد مع جناح الفرنسي في ظل وجود هازارد الذي يحصل على راتب سنويا قدره 15 مليون يورو، ولا يريد البلجيكي الرحيل عن الريال. ولذلك فإن استهداف الريال التعاقد مع ديابي لن يحدث إلا في حالة مغادرة هازارد لسانتياغو برنابيو. اقترب باريس سان جيرمان من إبرام صفقة ثقيلة تتعلق بمصير كارلو إنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد. وربطت صحيفة إل ماسجيرو الإيطالية بين مستقبل مدرب ريال مدريد ومصير جوزيه مورينيو، إذ أكدت أن علاقة الأخير بتياغو بينتو المدير الرياضي لنادي العاصمة الإيطالية انكسرت تماما. وأضافت أن مورينيو استقر على الرحيل عن روما، ولكنه يأمل أولا في الفوز بلقب الدوري الأوروبي. وأشارت إلى أن الوجهة المحتملة للبرتغالي الملقب ستكون باريس سان جيرمان أو ريال مدريد. وأوضحت أن عودة مورينيو مجددا في ولاية ثانية مع ريال مدريد مرهونة برحيل إنشيلوتي عن قيادة الملكية، وهو أمر غير وارد في خطط مسؤولي النادي الإسباني.
ومن ثم لن يبقى أمام مورينيو في هذه الحالة سوى سان جيرمان الذي تؤكد كل المؤشرات بأنه سيقيل مدربه كريستوف غالتيه بختام الموسم الحالي قبل عام من إنهاء تعاقده. وعلى الجانب الآخر يمتد تعاقد كارلو أنشيلوتي مع ريال مدريد حتى صيف 2024، وأكد أكثر من مرة أنه يتمسك بالبقاء لنهاية عقده، وأدار ظهره لكل ما يتردد بشأن ترشيحه لقيادة منتخب البرازيل. أدان المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك الإهانات العنصرية التي تعرض لها لاعب ريال مدريد الإسباني البرازيلي فينيسيوس جونيور على ملعب مستايا. وتعرض فينيسيوس لهتافات عنصرية ضد فالنسيا خلال مباراة الفريقين قبل أن يتورط في شجار مع لاعبي الخفافيش ليتم طرده بالبطاقة الحمراء المباشرة قبل أن يلغي الاتحاد الإسباني الطرد. وطلب تورك المسؤولين عن تنظيم الأحداث الرياضية بتدشين استراتيجيات لتفادي العنصرية في الرياضة. وقال تورك: الإهانات التي تعرض لها فينيسيوس الأحد تذكرنا ببقاء العنصرية في الرياضة. وأضاف المسؤول: أطالب أن ينظموا الأحداث الرياضية بأن يدشنوا استراتيجيات على أرض الواقع لتفاديها ومواجهتها. وتابع المسؤول النمساوي: ثمة حاجة للقضاء على التمييز العرقي والبدء في الإنصات إلى المنحدرين من أصول إفريقية وإجراء خطوات حقيقية للتعاطي مع مخاوفهم الرئيسية. وتابع تورك: نحن في حاجة إلى النظر إلى الرياضات المختلفة وحقوق الإنسان من أكثر من منظور وباتساع. بدأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليويفا في التحرك رسميا من أجل مساندة فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد في معركته ضد العنصرية في الدوري الإسباني. وبحسب تقرير نشرته صحيفة ديلي ميل، فإن اليويفا عقد محادثات عاجلة لبحث اتخاذ موقف علنيا ضد الإهانات العنصرية البغيضة التي تعرض لها فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد. وأشار التقرير إلى أن الموقف المتحفظ للاتحاد الأوروبي قد يتغير في الأيام المقبلة بالنظر للطبيعة المتصاعدة للموقف. وأوضحت الصحيفة بالقول أن الاتحاد يحرص على الحذر حينما يعلق على الأحداث التي تشهدها مباريات المسابقات الأوروبية المحلية. يمتلك الاتحاد الأوروبي سياسة قوية لمناهضة العنصرية، كما أطلق الاتحاد عددا كبيرا من المبادرات التي تستهدف محاربة التمييز في عالم كرة القدم. ونالت قضية فينيسيوس والعنصرية تأييدا واسعا في وسط مجتمع كرة القدم العالمي، وأبدى عدد من نجوم الرياضة الشعبية الأولى في العالم دعمهم للنجم الشاب. أكدت صحيفة موندو ديبورتيفو رفض شكوى ختافي ضد ريال مدريد، وتقدم ختافي بشكوى إلى لجنة المنافسة في الليغا الأسبوع الماضي بعد ارتكاب ريال مدريد لخطأ في التغييرات خلال مباراة الفريقين والتي انتهت بانتصار الملكي 1-0 في الليغا. وفي الدقيقة 84 من المباراة أراد المدرب كارلو أنشيلوتي استبدال ماركو أسينسيو بألفارو أودريازولا، وعندما كان أسينسيو على وشك الدخول أشار إدواردو كامافينجا إلى أنه يريد الخروج بعد إصابته بالتواء في كاحله. وسمح الحكم لكامافينجا بمغادرة الملعب حتى بعد دخول أودريازولا ملعب اللقاء. وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو فإن ختافي لم يكن ينوي الاعتراض، ولكن في ظل اشتعال معركة الهبوط انتهى به الأمر إلى تقديم شكوى رسمية. ورغم رفض الشكوى ما زالت أمام ختافي 10 أيام أخرى لتقديم استئناف ضد القرار. ذكرت ريليفو بأن قلب الدفاع والظهير الإسباني ناتشو لم يحسم موقفه حتى الآن بشأن التجديد مع ريال مدريد، ولا تزال كل الاحتمالات مفتوحة بالنسبة له في الصيف. وينتهي عقد اللاعب الذي دافع عن ألوان ريال مدريد ل10 سنوات في نهاية هذا الموسم، وحتى الآن لم يرد على عرض التجديد الذي قدمه له النادي. وسلط التقرير على هذه المعلومات بالإضافة إلى التأكد من أن الوضع يبدو كما هو عليه قبل بضعة أشهر، حيث كان اللاعب مهما في خطط المدرب كارلو أنشيلوتي. ومع ذلك لا يزال مستقبله في النادي الملكي غير محسوم، ويبدو بأن اللاعب سيجد عدة عروض في دوريات أخرى إذا غادر ريال مدريد، وذلك بعد عودته بالفعل إلى المنتخب الإسباني. وذكر التقرير بأن ناتشو سيجد اهتماما من أندية الولايات المتحدة الأمريكية وفي السعودية، بالإضافة إلى ميلان والإنتر في الدوري الإيطالي. ومع ذلك لم يتم اتخاذ القرار النهائي من جانب اللاعب أو النادي الأبيض. وذكر التقرير بأن غرفة الملابس تأمل في أن يواصل ناتشو رحلته مع ريال مدريد، وأن يمدد عقده لموسم أو موسمين آخرين على عزيزي متابع قناة مدريد نيوز، هل تتوقع التعاقد مع مبابي وروبرتسون؟ شاركنا برأيك في خانة التعليقات.